ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الفيديو ده انا نزلته لكم في ايام الاجازه لانه مهم جدا. مهم جدا ليه؟ احنا النهارده بنعمل خروف كامل، بس مش مفهوش الدراعين بس اللي هو الزند، علشان لعزومه 40 نفر. فانا بقول لكم هنا ان الواحده ممكن تعمل الخروف في بيتها عادي بأقل الامكانيات، وانها تقدر تطلعه احسن 1000 مره من المطاعم. هنا عملت ايه؟ جبت صينيتين وحطيت فيهم شوية زيت صغيرين، وحطيت جزء من لية الخروف، وبدأت ان انا احمر كل قطعة فيه. طبعا الخروف هنا كان متقطع عبارة عن ريش والفخدتين سلام. وهنا عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم نكون صبورين جدا في عملية التحمير. هنبدأ نحمر قطعة قطعة. هي العملية تبدو انها صعبة عليكم، بس هي مش صعبة ولا حاجة. هنا عملناها بامكانيات بيت عادي، مفهوش الامكانيات العادية، مفهوش حلل كبيرة، وقدرنا ان احنا نسوي. عايزه اقول لكم ان اي واحده سهل جدا ان تعمل اي حاجه في بيتها وتعملها وتطلعها احسن من المطاعم، بس هي العمليه بتبقى عايزه عمليه صبر شويه. بدات هنا احمر كل الريش، احمرها كلها الاول، واسيب اصعب حاجه اللي هي الفخاد. بسيب الفخاد لاخر حاجه علشان بردك هتاخد معايا وقت، لان هقعد اقلبها على جميع الجهات، يعني على الاتجاهات بالنسبه للفخده. والفخده لما انا اجيبها من عند الراجل لازم اقول له اكسر لي العظم اللي فيها. ليه اقول له اكسر لي العظم اللي فيها؟ علشان تبقى مرنه جدا في عمليه ان انا اقدر احمر. فانا هنا بقول لكم ان احنا شوحنا كل اللحمه اهي بالطريقه دي، كل الريش وكل القطع اللي فيها الصغيره والرقبه والظهر والسلسله وكله، وبدات احمر الفراخ. بوريكم هنا ازاي ان الفخده يكون الراجل كسرها علشان تقدري تحركيها في الطاسه زي ما انت عايزه. هي كلها حاجات بسيطه وملاحظات بسيطه، وتقدري تعملي احلى كبسه بكبسه الخروف. وهنا كمان هنضيف على كبسه الخروف ان احنا هنعمل كمان الفراخ المندي. هنبتدي هنا نسلقها. طبعا مش هنقدر نسلق اللحمه دي كلها على بعضها، فجبنا حلتين وقسمنا عليهم، لمينا الريش كلها في حله لوحدها ولمينا الفخاد لوحدها. هنبتدي هنا بقى نوريكم البهارات اللي هي بتتحط. احنا بنحط ايه؟ حطينا سكر وقرفه ورق لوري وفلفل اسود وخلنجان وحبهان. الخلنجان هنا اللي غريب عليكم، احنا بنحط الخلنجان هنا عشان يشفط اذا كانت اللحمه الضاني لها ريحه مميزه، يقلل من الريحه بتاعتها. وبعد كده جبت طاسه، بشرت بصل وبشرت جزر وزبيب وابتدي احمره. هوريكم دلوقتي ازاي انا بتبل الفراخ المندي. الفراخ المندي بهاراتها بسيطه جدا، موجوده في كل بيت. بابريكا وكاري وبصل بودر وتوم بودر وفلفل احمر وصلصه وسكر عشان حموضه الصلصه وشويه زيت. طبعا كلها تكون بالمنظر ده كده. انا بعد كده بضيف كوبايتين ميه وادوب كل الحاجه ده فيها. طبعا مننساش نحط الملح، هنحط الملح ده شيء ايه طبيعي. هنبتدي بقى الفراخ هنا نبتدي ليه نقطعها، ننغزها بالسكينه ونقطعها عشان يدخل في التتبيله. والفراخ هنا كانت مشكلتها حاجه، انها كانت حجمها كبير جدا، حوالي ان الفرخه 2 كيلو ونص. بفضل اتبلها واعملها في نفس اليوم اللي انا كنت بعمل فيه العزومه. بس انت لو مش قادره تعملي كل حاجه مره واحده، اعملي قبلها بيوم، لان حتى اللحمه لما بتاخد سوا غلوه على النار قبلها بيوم وتسيبيها في السخونيه وتاني يوم تكملي، بتستوي بطريقه اسرع. بس هنا عشان انا كنت رحت عند اختي وبعمل لها العزومه كلها مره واحده، فعملت كله في يوم واحد. هنشوف بقى هنا ازاي احنا تبلنا اهو الفراخ تمام. وفي ملاحظات تانية هتجيلكوا جميله جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي ازاي ان الرز ما ياخدش مده طويله معايا على النار. انا بجيب هنا ميه سخنه وبحط فيها الرز واديله غلوه واروح طافيه على النار. هنا الرز عندي بينفش جدا. بعد كده جبت وش اللحمه او وش شوربه اللحمه وحطيت عليها لون الزعفران زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي كلها اسقطها في الميه دي واطلع جزء جزء عشان تاخد اللون الاصفر الحلو وتخش تتحمر في الفرن، تاخد لون ذهبي وحلو جدا. وفي نفس الوقت طعم الدسم اللي في الشوربه بيدي للحمه طراوه وتبقى جميله جدا. وبعد كده بدخلها احطها على الشوايه. انا بوريكم اللحمه هنا قد ايه انها مهريه ومستويه، يا دوبك بس انا هدهنها بلون الزعفران ووش الشوربه
وادخلها بردك تاخد وش. حاجة بسيطة جدا، مش عملية صعبة. وباخد هنا بردك الرز اللي انا كنت عاملاه بنفس الطريقة بمية سخنة مغلية، وبحط عليه لون الزعفران، وبحط الليمون، وبحط الحبهان، وبحط قرنين فلفل. وباخد بردك هنا، ما بحطش يا جماعة شوربة ولا اي حاجة. ليه؟ انا هكتفي بالفراخ، الصوص اللي هينزله الفراخ على الرز على طول. ان الرز هنا لما اتنقع في ميه سخنه وخد غلوه ما بياخدش سوا، في الحاله دي ما بياخدش سوا. وكده كده الفراخ البيضاء ما بتاخدش سوا كبير. هنا برضه خدت نفس الرز وحطيت عليه بقى هنا ميزه، خدت وش الشوربه وسقسقت بيها الرز ده، وحطيت البهارات العادي، وحطيت الزبيب والبصل والبتاع اللي انا كنت محمراه، وحطيت عليه شويه بهارات كبسه انا محضراها بنفسي. كل واحده بتحضر الاطعمه اللي هي بتحبها. انا بوريكم بردك انا خدت وش الشوربه فقط، ما بحطش كميه شوربه كبيره. وبعد كده بغطيها بفويل واسيبها على نار هاديه، يطلع الرز بالمنظر ده. لا ضفت زيت تاني ولا ضفت اي حاجه تاني. هنا الرز استوى بطعم نكهه الضاني، تحس انك عامله مندي بالظبط. هنا بوريكم ازاي ان الرز طالع جميل وفي الخلطه كامله. وابتدي اوزع. هنا ما شاء الله رمى معايا حوالي 4 صواني. هنا بقى حطيت واحدة عليها فخدة وبشرحها كده عشان تبقى سهل الأكل بسهولة. شوفوا دي تالت بقى صينية بنعملها، دي رابع. دي رابع. دي تالت صينية بنعملها من اللحمة الضاني. احنا طبعا شوحنا اللحمة والرز سويناه على نار هادية. طالع الريحة، مش هقول لكم الريحة عاملة ازاي. احسن 1000 مرة انها تتعمل في مطاعم. كل واحدة تتشجع لما يكون عندها عزومة تعملها، سهلة جدا ومش صعبة. وبنزوقها بقى بشرايح ليمون. وبوريكم قد ايه اللي هنا الريش كلها طلعت جميله ومتحمره. فعمليه التوزيع دي بقى عمليه براحتك. انا كنت حاطه الريش والحاجات اللي هي البسيطه دي حسب اللي هيقعدوا على السفره. في ناس بتحب الريش، في حد بيحب الريش مع الفخده. وزوقتها بالليمون، وانا كنت قبليها محمصه شويه لوز وحطيتهم على الوش. تحس انها جايه من بره وطعمها جميل جدا. وادي المندي اهو، مندي الفراخ طالع في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان عمليه انك تعملي الحاجه ببيتك بتبقى احسن 1000 مره انك توديها مطعم. بس كل حاجه عايزه عمليه صبر، وعمليه تعمليها بحب. وكل سنه وانتم طيبين. واديني بوريلكم اهو قد ايه الحاجه طالعه جميله وحلوه. والعيله كلها اجتمعت، اللي كل فراخ مندي واللي كل كبسه الخروف، وما شاء الله. وبتكون وجنبها سلطه الدوس دي بس فقط لا غير، وسلطه عاديه. اللي حابب ياكل ده حابب ياكل، واللي حابب حاجه تانية ياكل. ويا ريت لايك للفيديو وشير.